السلام عليكم شباب سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وتكونوا أديتوا كويس في الامتحانات اللي فاتت. إن شاء الله النهاردة في ليلة الامتحان بتاعتنا هنحل أهم الأفكار اللي موجودة عندنا في المنهج واللي وردت في الامتحانات طبعا. ولو في أي بوينت هنكون محتاجينها إن شاء الله هنشرحها في الوايت بورد بتاعتنا. نبدأ كده مع بعض بسم الله. أول سؤال عندنا في الامتحان هو سؤال الديالوج. سؤال الديالوج اللي هي سؤال المحادثة اللي ما بين اتنين، وطبعا احنا كنا شارحين فيديو خاص للمحادثة وازاي تتعامل معاها. تعال نشوف مع بعض المحادثة الأولى. المحادثة الأولى بتقول لنا أنا أي محادثة تجيلي في الامتحان لازم أقرأ أول لاين عشان أكون فاهم المحادثة دي بتتكلم عن إيه. فهنا بيقول لنا نشوى is making a complaint. نشوى بتعمل complaint يعني شكوى، رايحة تقدم شكوى. الاسيستنت اللي هو المساعد بيكلم نشوى فبيقول لها how can I help you؟ how can I help you؟ ازاي اقدر اساعدك؟ فقامت قالت له I wanted to meet the manager. انا عايزه اقابل المدير. فقام سالها سؤال، قامت ردت عليه قالت له because يعني علشان او لان. because I wanted to make a complaint علشان انا عايزه اقدم شكوى. يبقى كده هو سالها قال لها why؟ ليه؟ ممكن اقول واي واسكت وانت كده 100 ممكن اكمل واقول لها كده why do you want؟ ليه حضرتك عايزه؟ why do you want to meet the manager؟ اجيبها من فوق. why do you want to meet the manager؟ انت ليه عايزه تقابلي المدير؟ قامت رده وقالت له because I wanted to make a complaint. انا عايزه اقدم شكوى. قام سألها سؤال في رقم 2، كانت الإجابة قالت له I put a kettle but it didn't work. أنا اشتريت kettle، اشتريت غلاية but it didn't work ولكنها لم تعمل. يبقى أكيد سألها وقال لها إيه اللي حصل؟ إيه الشكوى؟ فيقول لها كده what happened؟ ماذا حدث؟ أو what is your complaint؟ what is your complaint؟ What is your complaint؟ ايه هي الشكوى بتاعتك؟ فقامت قالت له الشكوى، قالت له I put a kettle but it didn't work. انا اشتريت غلاية بس هي ما كانتش شغالة. قال لها can you give me the kettle؟ ممكن تديني الغلاية؟ فقامت ردت عليه في 3، مش عارفين ردت قالت له ايه، وقامت قالت له what will you do؟ فبعد كده قالت له sure بالتأكيد، او اوكي ماشي. What will you do؟ ماذا سوف تفعل؟ فهيقوم ردد عليها في 4. قامت قالت له how long will you take to mend it؟ انت هتاخد وقت قد ايه عشان تصلحه؟ يبقى اكيد هو رد عليها في 4 وقال لها انا هصلحه. فقال لها كده I will انا سوف I will mend it. I will mend it. mend يعني يصلح. mend it يعني هصلح الكتل الغلاية. فقالت له how long will you take to mend it؟ انت هتاخد وقت قد ايه؟ how long يعني كم المدة، وده مهم جدا، أداة استفهام مهمة. كم المدة اللي انت هتاخدها عشان تصلحه؟ فيقوم رد عليها حط اي حاجة، يقول لها مثلا 2 weeks اسبوعين. اللي بعده سهى and دينا are talking about a visit to the botanical garden. البت سهى والبت دينا بيتكلموا مع بعض عن زيارة للبوتانيكال جاردن اللي هي الحديقة بتاعتنا. سهى بتكلم دينا بتقول لها هاي دينا، ازيك يا دينا؟ how are you؟ how are you؟ كيف حالك؟ فقامت قايله لها هاي سهى، ازيك يا بت يا سهى، وهتقوم رد على السؤال، هي لها how are you؟ فتقول لها كده I'm fine او I am okay، اي حاجة، اي اجابة هتتحسب صح. I am fine انا كويسة، او I am okay أنا كويسة. قامت قايلة لها have you visited the botanical garden؟ أنت زرتي الحديقة النباتية؟ فهتقوم قايلة لها يا إما يا إما لأ. فقامت سهى سألتها سؤال في رقم 3، قالت لها I went there last year. أنا رحت هناك السنة اللي فاتت. يبقى كده البت ديت زارتها قبل كده. فتقول لها كده yes I have. yes I have. ممكن تسيبها كده وطبعا الإجابة بتاعتك صح، وممكن تكمل وتقول yes I have visited the botanical garden، يعني نكمل الجملة كاملة، ولكن اختصارا كده ألطف بكتير. سألتها سؤال في 3، قالت لها I went there. أنا رحت هناك last year. أنا رحت السنة اللي فاتت. يبقى كده السؤال أنت رحتي إمتى؟ متى يعني when. وبما إن إحنا بنتكلم في الماضي يبقى كده أحط فعل مساعد did. يبقى when did you go there؟
when did you go there انت رحت هناك امتى when did you go there. اللي بعديها في 4 سألتها سؤال، كانت الإجابة قالت لها I saw a lot of wonderful flowers، أنا شفت زهور جميلة جدا، plants هنا في حرف التي and trees، وشفت نباتات وأشجار. فكده قالت لها أنت شفتي إيه؟ يبقى what ماذا what did you see there ماذا رأيت هناك؟ أنت شفتي إيه هناك؟ فقالت لها I saw a lot of wonderful flowers, plants and trees. بعدها قالت لها did you enjoy your visit؟ هل استمتعتي بالزيارة بتاعتك؟ فهتقوم قايله لها yes I did. yes I did، وعرفنا ان البنت دي استمتعت بالزيارة. قالت لها it was great، كانت عظيمة، كانت رائعة. المحادثة اللي بعديها two students are talking about the role model، بيتكلموا عن الرول موديل، المثل الأعلى ليهم. هنا وسهى بيتكلموا، هنا بتقول لها can I ask you a question؟ ممكن أسألك سؤال يا سهى؟ فتقول لها sure، بالتأكيد. قلت لك أي سؤال يبدأ لك ب can I ask you، ممكن أسألك، فإجابتك مش ثابتة، إجابتك متنوعة. ممكن أقول لها sure بالتأكيد، ممكن أقول لها of course بالطبع، أو ممكن أقول لها yes you can، ده لو غلب بيا الأمر. yes you can يعني تقدري تسأليني. أول سؤال سألته لها مش عارفين إيه هو، بس كانت الإجابة عليه قالت لها my mother is my role model، والدتي هي النموذج المثالي بتاعي. يبقى أكيد سألتها سؤال قالت لها من هي مثلك الأعلى؟ مين النموذج المثالي ليكي؟ يبقى هسألها بالأداة اللي اسمها هو يعني من، مين. who is أدي الفعل بتاعنا من تحت، who is your role model، من هي المثل الأعلى أو من هو المثل الأعلى لحضرتك. who is your role model؟ فقالت لها my mother is my role model، والدتي هي مثلي الأعلى. سألتها سؤال في 3، كانت الإجابة قالت لها my mother does great efforts، ماما بتعمل جهودات عظيمة جدا to help me، عشان تساعدني and my family، وتساعد عيلتي كمان. يبقى أكيد سألتها قالت لها ليه أنت واخداها مثلك الأعلى؟ فنقول لها كده why، ممكن نحط الأداة بس وخلاص على كده طبعا الإجابة تبقى صح، أو ممكن نكمل نقول لها كده why your mother is your role model، why your mother is your role model. قامت قايله لها my mother does great efforts to help me and my family. ممكن نقول لها كمان هي والدتك بتعمل ايه؟ فنقول لها كده what does your mother do؟ what does your mother do؟ انت مامتك بتعمل ايه؟ يبقى احنا عندنا اكتر من اجابه، ولذلك قلت لك ان سؤال الديالوج سؤال المحادثه واكتر سؤال بيكون فيه flexibility او فيه مرونه في الاجابات. اي اجابه مناسبه طبعا هتتحسب صح، مش لازم اجابه ثابته، ولازم انت تكون ماشي بنفس المنطق في امتحان بكره باذن الله. اللي بعدها قالت لها how do you feel towards her؟ ايه شعورك تجاهها؟ واحدة شايفة والدتها هي المثل الأعلى ليها، فإيه شعورها تجاهها؟ فتقول لها كده I'm proud of her، أنا فخورة بيها، I'm proud of her. قالت لها I always feel proud of my parents، أنا دايما بشعر بالفخر تجاه أهلنا كمان. فقالت لها إيه؟ that's great، أو that sounds great يعني يبدو عظيم، ده شيء جميل. حد بيقول لي انا بشعر بالفخر تجاه اهلي، فاقول له ده شيء رائع، شيء عظيم، that sound great او that's great على طول. اللي بعديها ده كده اسئله الديالوج مهمه جدا. طبعا مش لازم يجي لك نفس الديالوج هو انت الديالوج بتاعك ممكن يجي لك نفس الفكره، ولكن انت اهم حاجه ان انت وانت بتذاكر او انت وانت بتجمع معانا كده في ليله الامتحان انت بتشوف طريقه الاجابه. هو انا لو جالي سؤال شبه ده انا هتعامل معاه ازاي اخد سؤال الديالوج بشكل من المرونه في التعامل، مش حاجه ريجيد كده ان انا هي اجابه واحده او هو لازم يتحفظ. لا، مفيش حاجه بتتحفظ. انت سؤال الديالوج هو اكتر سؤال زي ما قلت لك فيه فليكسبيليتي، في مرونه في التعامل وفي الاجابه طبعا. اللي بعده سؤال الكومبليت او اللي هي سؤال السبلاي، القطعه الصغيره اللي بتجيلنا وفي عليها
كلمات من فوق وانت بتحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. بيقول لنا هنا تعال نترجم الكلمات. cheap يعني رخيص، expensive غالي، most يعني الأكثر، ومور يعني أكثر من. most ديت في التفضيل، يعني أقول لك the most expensive مثلا يعني الأكثر غلوا، إنما مور بتستخدم في المقارنة لو أنا بقارن حاجة بحاجة وبتيجي مع الأداة than طبعا. around يعني حول، comfortable يعني حاجة مريحة. تعال نخش على القطعة بتاعتنا. بيقولنا the metro is one of the not important types of transport in Cairo. المترو هو واحد من أكتر الوسائل بتاعة المواصلات أهمية في القاهرة. في ذا أهي، بما إن في ذا يبقى أكيد إجابتي most يا مستر. فيبقى الجملة the metro is one of the most important types of transport in Cairo. Lots of people use it to travel around the city. يسافروا حول المدينة. Travel around the city every day. They are faster and more not than other kinds of transport. بيقول لك كده هو أسرع وكمان أكثر راحة من وسائل المواصلات التانية. يبقى more comfortable than other kinds of transport. The tickets are not expensive. التذاكر مش غالية. They are، بما ان التذاكر بيقول لك كده the tickets aren't expensive مش غالية، يبقى اكيد هم cheap رخيصة. They are cheap. اللي بعديها music اللي هي الموسيقى، for يعني لأجل، وكذلك for بتيجي بمعنى منذ أو لمدة. buy يشتري، in يعني في، put اشترى، amazing يعني حاجة مدهشة. بلنا last week الأسبوع اللي فات I not a speaker اللي هو مكبر الصوت، والراجل ده بيتكلم في الماضي. بقول لك الأسبوع اللي فات أنا اشتريت مكبر صوت، يبقى I bought a speaker. رقم واحد. As a present كهدية for my cousin لولاد عمي، لابن عمي. For my cousin. He is very happy with it. هو فرحان جدا بيه. Because it looks، لأنه هو شكله it looks amazing، شكله مدهش وجميل. And it's very easy to use وسهل استخدامه. You can use it on your television، تقدر تستخدمه على التلفزيون بتاعك. And to play music، وإنك أنت تشغل موسيقى. اللي بعده we all like، تعال نقرأ الأول الكلمات اللي فوق نترجمها. sailing إبحار، like يحب أو يشبه، likes يحب أو يشبه، بس الفرق إن like بتيجي مع الجمع وlikes وإس بتيجي مع المفرد. holidays اللي هي أيام الأجازة، relax يسترخي، selling يعني يبيع. بيقول لك we all like going on not after a long time of hard work. People all over the world like spending their holidays on beaches. They not the sunny weather, visiting the sea makes them enjoy snorkeling and diving. People can do other water sports. They can go not or go fishing. Holidays are our best way to not. يبقى أكيد هنا بيقول لنا we all like going on holidays. كلنا بنحب نقضي أجازتنا. After a long time of hard work. بعد وقت طويل جدا من العمل الجامد. People all over the world like spending their holidays on beaches. ناس كتير قوي بتفضل إن هي تقضي أجازتها على الشواطئ. They not the sunny weather. They like بيحبوا. They like the sunny weather. Visiting the sea makes them enjoy. وزيارة البحر بيخليهم يستمتعوا. Enjoy snorkeling. Snorkeling اللي هو الغطس باستخدام أنبوب. And diving والدايفنج اللي هو الغطس باستخدام جهاز كامل. People can do other water sports. الناس تقدر تعمل رياضات مائية كتير جدا. They can go not or go fishing. يبقى أكيد يقدروا يعملوا sailing إبحار. يبقى ديت holidays واحد، like اتنين، sailing تلاتة. Holidays are our best way to. الهوليدايز هي أكتر أوقات تخلينا relax نسترخي. اللي بعد أسئلة ال MCQ بتاعتنا معتمدة طبعا على الكلمات. مفيش سؤال هيجيلك اختيارات جرامر، إنما كل أسئلة الاختيارات هتجيلك على ال definitions بتاعت الكلمات، هتجيلك على البريفكس، هتجيلك على السفكس، وكذلك هتجيلك على ممكن يجيلك السينونيم والانتم الاثنين، او يجيلك سينونيم
يا اما انتونيم يعني يا ده او ده. يبقى احنا كده واحنا بنذاكر او احنا بنراجع انا عايز افتكر الديفينيشنز، افتكر الكلمات الرئيسيه بتاعت كل درس، عايز افتكر يا مستر السينونيم، عايز افتكر الانتونيم. سينونيم يعني ترادف اللي هي ذا سيم مينينج نفس المعنى، انتونيم يعني تضاد اللي هو الاوبوزيت بتاع الكلمه عكس الكلمه. وعايزين نراجع البريفكس يا مستر والسفكس، بريفكس بادئه، سفكس يعني لاحقه او اللي هي بتيجي في نهايه الكلمه. طبعا كل بريفكس وسفكس بيكون لها معنى لازم تكون عارفه. السؤال الاول our an is a place هو عباره عن مكان where you can see تقدر تشوف beautiful fish اسماك جميله فيه. يبقى المكان ده اسمه ايه يا مستر؟ ده اسمه aquarium يعني متحف احياء مائيه. A not is a place where you can borrow and save money مكان اقدر استعير منه فلوس او احفظ فيه الفلوس بتاعتي. يبقى ده اكيد البنك اللي هو المصرف بتاعنا. Not means cars, lorries and motorbikes هي عباره عن العربيات واللوري والموتور بايك اللي بتستخدم الطريق. يبقى ده كده اكيد traffic اللي هي حركه المرور بتاعتنا. اللي بعده Not is a metal pot for boiling water هي حاجة معدنية بتستخدم لغلي المية. يبقى ده أكيد الكتل الغلاية. 5 Not means objects made of clay هي عبارة عن objects مصنوعة من الكلاي اللي هو الصلصال أو طمي نهر النيل. يبقى ده البوتري اللي هي الأواني الفخارية. اللي بعده Our an is a machine that we use to cook things quickly هي عبارة عن ماشين آلة كهربائية تستخدم إن إحنا نسوي فيها المأكولات أو الأكل بتاعنا quickly بشكل سريع. يبقى ده كده المايكروويف الاختيار letter C. اللي بعده A not is something you make when you aren't happy about something حاجة بعملها بقدمها لو أنا كنت غير سعيد بشيء معين. يبقى إذا أنا كده بعمل إيه؟ بعمل complaint شكوى. اللي بعده A not is someone who pays to live in a house شخص بيدفع فلوس علشان يعيش في بيت حد تاني. يبقى ده أكيد اسمه tenant يعني مستأجر الاختيار الأخير. اللي بعده Not means not sleeping not sleeping يعني مش نايم. بما إن أنا مش نايم يبقى أنا أكيد مستيقظ. مستيقظ يعني awake letter D أو sleepless. sleepless معناه مستيقظ وawake يعني مستيقظ. اللي بعده A not is a long narrow boat هو قارب رفيع وطويل for one or two people لواحد أو اتنين فقط. يبقى ده كده الكانو letter P اللي هو الزورق. اللي بعده A not is someone who doesn't get paid for their work ناس بتشتغل ومش بتاخد فلوس على الشغل بتاعها. يبقى ده أكيد volunteer متطوع. اللي بعده Not are the people who watch sports at a stadium الناس اللي بتشاهد السبورتس الرياضة في الاستاديوم الاستاد. يبقى دول أكيد اسمهم spectators متفرجين. It's a place for looking after orphan children مكان بيعتني بالأطفال الأورفن الأطفال اليتامى. يبقى كده المكان ده اسمه orphanage دار رعاية الأيتام. Not means difficulty in reading هي صعوبة في reading القراءة or spelling أو التهجي. يبقى أكيد ديت مرض اسمه إيه يا مستر؟ dyslexia letter P. اللي بعده To not is to say hello to or welcome someone معناه إن أنت تقول hello لحد. يبقى أنا كده برحب بالشخص ده يبقى أنا بعمل له greet letter D. The group of people who work somewhere are called not بيقول لنا كده عبارة عن group of people who work مجموعة من الناس بتشتغل somewhere are called الناس اللي بتشتغل مع بعض اسمهم staff letter A فريق عمل. وطبعا كلمة staff بتيكوال كلمة workers يعني عمال. 17 not is the opposite of ugly opposite يعني عكس. ممكن ما يجيبلكش كلمة opposite ويقول لك أنا عايز أجيب الأنتونيم. أنتونيم يعني تضاد أو العكس. لو أنا عايز أجيب عكس كلمة ugly يعني قبيح عكسها جميل أو جذاب يعني attractive letter P. وattractive ممكن العكس بتاعي يبقى اسمها unattractive مش جذاب. يبقى unattractive بتساوي كلمة ugly. اللي بعديه Our house is attractive البيت بتاعنا attractive جميل جذاب. The word attractive كلمة attractive بتequal means يعني عايزين كلمة بتساويها في المعنى بتساوي كلمة beautiful يعني جميل أو جذاب. The word peaceful
ديت تعتبر adjective يعني الصفة. peaceful can be replaced by not. peaceful يعني هادئ، حاجة مسالمة آمنة. يا ترى peaceful بتيكوال ايه؟ بتيكوال كلمة quiet، وطبعا quiet بتيكوال كلمة calm، ف peaceful بتساوي calm and quiet. positive is the opposite of not. كلمة positive يعني حاجة إيجابية. يا ترى ايه الأوبوزيت بتاعها؟ ايه عكسها؟ عكسها كلمة negative يعني سلبي. فبوزيتيف حد إيجابي، نيجاتيف حد سلبي أفكاره مش كويسة أو أفكاره كلها سلبية. وطبعا النيجاتيف دايما بيكون باستخدام البريفكس un، فزي مثلا happy unhappy، ده أنا كده بجيب النيجاتيف بتاعه. The synonym of politely. synonym يعني ترادف، عايزين كلمة بتساويها في المعنى. politely يعني مهذب أو باحترام أو بعطف بحنية. يا ترى politely إيه السينونيم بتاعها؟ الكلمة اللي بتساويها kindly letter D. طب إيه عكس كلمة politely؟ عكسها impolitely letter P. The synonym of the word comfortable. عايزين كلمة بتساوي comfortable. synonym نركز، synonym يعني ترادف، عايزين كلمة بتساويها في المعنى. طبعا لو جاب لك وقال لك انا عايز اجيب الانتونيم بتاع comfortable عكس كلمة comfortable، عكسها uncomfortable، صح مفيش مشكلة. انما comfortable الكلمة اللي بتساويها relaxing يعني حاجة مريحة. The word free، كلمة free يعني مجاني، حاجة مش مدفوعة. بما ان كلمة free معناها مجاني يعني حاجة مش مدفوعة، مش لازم تدفع فلوسها، يبقى الحاجة ديت for no money بدون فلوس أو unpaid. يجيب لك for no money أو unpaid. طب إيه عكس كلمة free؟ paid أول واحدة. اللي بعده the opposite of interesting. عايزين نجيب عكس كلمة interesting شيق جميل، حاجة جميلة. عكسها إيه يا مستر؟ boring حاجة مملة. اللي بعده not has the same meaning of upset. احنا قلنا كلمة upset ديت معناها حزين أو قلقان. يعني أنا لو كنت جالك جملة في الامتحان وقال لك كده she is upset because she has an exam tomorrow، هنا مش معناها حزين عشان عندها امتحان بكرة، إنما هي هنا معناها قلقانة. ونفس الكلام upset تيجي بمعنى حزين، فيبقى upset لها نفس المعنى بتاع content ولا disappointed ولا narrow ولا light. أكيد طبعا disappointed محبط أو حزين. اللي بعديها the opposite of ill ديت معناها مريض، حد تعبان. الopposite بتاعها ايه عكسها؟ حد سليم جسديا well letter A. انما will بالاي دي معناها سوف، wall بالاي دي معناها حيطة حائط، wheel عجلة. فأكيد ill مريض عكسها will يعني سليم جسديا أو صحي كويس، سليم جسديا. fix is the synonym of the word not. fix يعني يصلح، بتساوي كلمة repair يعني يصلح. اللي بعده the antonym of the word old يعني قديم. عايزين نجيب لها antonym يعني نجيب عكسها. عكس old قديم أو كبير في السن، عكسها young شاب صغير. طب إيه الكلمة اللي بتساوي old؟ طبعا elderly حد كبير في السن، ده لو كان مقصود بها في الأعمار، و old معناها قديم بتساوي ancient يعني قديم برضو. اللي بعديها the antonym of the word true يعني صحيح. عايزين نجيب عكسها. ايه عكس صحيح؟ عكسها كلمة false يعني خاطئ أو مش كويس مش صح. اللي بعديها the best synonym of the word quick يعني سريع، بتساوي كلمة fast سريع. اللي بعديها narrow is the opposite. narrow ديت معناها ضيق، حاجة ضيقة. عايزين نجيب الاوبوزيت بتاع عكسها. ايه عكس النارو؟ حاجه ضيقه، عكسها طبعا وايد يعني حاجه كبيره او واسعه عريضه. اللي بعديها happiness باضافه ال NESS انا كده حولتها لنون يعني حولتها لاسم. انما happy لوحدها، happy ديت معناها سعيد، وhappy ديت تعتبر adjective يعني تعتبر صفه. يبقى انا happy لوحدها دي adjective صفه، happiness السعاده ده كده noun باضافه ال NESS means happiness السعاده بتساوي equal كلمه pleasure يعني سعاده برضه. وطبعا الانتونيم عكسها sadness الحزن. The synonym of staff، قلنا staff معناها فريق عمل، الناس اللي هي شغاله، بتيكوال كلمه ايه يا مستر؟ بتيكوال كلمه workers يعني عمال او الناس اللي شغاله.
اللي بعديها it's important شيء مهم to help our friends انك انت تساعد اصدقائنا. كلمة help اللي معناها يساعد بتساوي كلمة support يدعم حد او يساعده، وطبعا بتيكوال كلمة encourage معناها يساعد او يدعم او يشجع الشخص ده. يبقى انا عندي help encourage support 3 زي بعض. The best synonym of the word pleased يعني سعيد، حد سعيد. ايه السينونيم بتاعها؟ عايزين كلمة بتساويها happy سعيد. The word modern حديث is a synonym of not. يا ترى modern اللي معناها حديث بتيكوال كلمة new اللي معناها جديد أو حديث. The antonym of the word strange. antonym يعني عكس، عايزين عكس كلمة strange يعني غريب. عكس كلمة strange. كلمة strange حاجة غريبة، حاجة أنا مش معتاد عليها. فstrange زيها زي unusual. strange غريب، unusual مش معتاد عليه، غريب برضه. والعكس بتاع strange و unusual هي كلمة usual أو normal، والاتنين زي بعض. يعني usual حاجة معتادة أو حاجة عادية، وزيها زي كلمة normal حاجة عادية. فnormal و usual ده العكس بتاع كلمة strange. The opposite of the word far. كلمة far يعني بعيد، العكس بتاع قريب يعني near letter C. 39 you can make an adjective from the verb use يعني يستخدم. عايز احولها الادجكتيف لصفة، يعني عايز اقول لك الحاجة دي حاجة مستخدمة، حاجة ليها فايدة، فيوز بضيف لها كلمة full ويبقى اسمها useful يعني مفيد. We can form an adjective قلنا يعني صفة. نقدر نضيف ايه كده او نكون الصفة باضافة ايه مع كلمة interest يهتم. طبعا نضيف لها ing ويبقى اسمها interesting يعني حاجة شيقة، حاجة جميلة. اللي بعديها to give the opposite of the word expensive يعني غالي الثمن. لو عايز اجيب عكسها بضيف لها ان مش وهتنسى، ويبقى اسمها inexpensive. في كلمتين تاني عندنا في المنهج، كلمة زي كلمة formal يعني حاجة رسمية، العكس بتاعها informal حاجة غير رسمية. وكلمة زي كلمة accurate يعني حاجة دقيقة، العكس بتاعها inaccurate يعني حاجة غير دقيقة، حاجة مش دقيقة. اللي بعديها the suffix not is added to the word peace بضيف لها ايه عشان احولها الادجكتيف لصفة؟ بضيف لها full طبعا ويبقى اسمها peaceful يعني آمن أو مسالم. We add the prefix not to form the opposite of the word lucky يعني محظوظ. عايز اقول لك الشخص دوت مش محظوظ، فيبقى اسمها unlucky letter P. To form the negative form of the word ability اللي هي القدرة. لو عايز اقول لك عدم القدرة فيبقى اسمها disability يعني عدم القدرة بالدي اي اس. اللي بعديها we add the prefix ايه كده to form the opposite of the word well يعني حد سليم جسديا، حد كويس، عكسها unwell يعني مش كويس. اللي بعديها we add the suffix ايه كده to form the noun يعني عايز يكون اسم of the verb achieve يعني ينجز او يحقق. لو عايز اقول الانجاز ذات نفسه او التحقيق ذات نفسه بضيف لها meant ويبقى اسمها achievement. في عندي كلمة تاني، يبقى انا عندي كلمة achieve هي achieve بتاخد مين؟ بتاخد meant. في عندنا كلمة كمان في المنهج، كلمة اسمها agree يعني يوافق. طب انا عايز اقول الموافقة ذات نفسها اضيف لها meant ويبقى اسمها agreement يعني الموافقة. The suffix not is added to the word weak يعني ضعيف to make it a noun عشان نحولها لاسم. عايز اقول لك الضعف ذات نفسه يبقى اسمها weakness باضافه ال NESS، وديت احنا كنا بنحطها مع الصفات عشان نحول الصفه لنون. زي مثلا كلمه happiness، darkness، weakness يعني ضعيف، weakness الضعف، وهكذا. اللي بعديها we add the prefix not to form the opposite يعني عايزين نكون العكس of the word possible. عكس possible حاجة ممكنة، العكس بتاعها impossible بإضافة ال IM. اللي بعده بيقول لنا كده we change the verb design. عايز أغير أو أحول الفعل design معناه يصمم.
into a noun لاسم by adding the suffix بإضافة اللاحقة a. design يعني يصمم، عايز أقول لك الشخص بقى اللي بيصمم ذات نفسه يبقى اسمها designer بالER. 50 you can make an adjective from the noun. adjective يعني صفة، عايز أكون صفة من noise الصخب الدوشة، عايز أقول لك صاخب حاجة دوشة، عايز أحولها لأدجكتيف حاجة مزعجة، فأضيف إيه مع noise؟ أضيف لها المقطع y ويبقى اسمها noisy. To give the opposite of the word formal. opposite يعني عكس، لو عايزين نجيب عكس كلمة formal معناها حاجة رسمية، لو عايز أقول حاجة مش رسمية وبضيف المقطع in. اوعى تنسى إن إحنا عندنا 3 كلمات هياخدوا in، كلمة زي كلمة formal informal، كلمة زي كلمة accurate يعني حاجة دقيقة inaccurate حاجة مش دقيقة، وكلمة زي كلمة expensive غالي الثمن، العكس بتاع inexpensive بإضافة ال in. اللي بعده we add the suffix not to form the adjective from create يعني يخلق ينتج يكون، اوعى تنسى ان كلمة create بتيكوال كلمة make يعني يكون. طب عايز اقول لك بقى حاجة مبدعة حاجة خلابة، ليه؟ لأن هو عايز يحولها الادجكتيف للصفة، فأضيف إيه مع create؟ أضيف لها IVE ويبقى اسمها creative يعني مبدع. طب لو أنا عايز أحولها لنون، يعني إحنا كده عشان نحولها للادجكتيف ضفنا IVE، طب عايز أخليها نون بقى يا مستر، عايز أقول لك الخالق المبدع، فأقول عليها creator بإضافة OR، يبقى OR تحولها لك لنون، IVE تحولها لك لادجكتيف صفة. اللي بعديها to make a name عشان نكون اسم of a job اسم الوظيفة من كلمة music اللي هي الموسيقى. طب أنا عايز أقول لك موسيقار، الشخص اللي هو الموسيقار اللي بيعمل موسيقى ذات نفسه، فأضيف ال IAN ويبقى اسمها musician موسيقار. To make the opposite of the word agree عايزين نجيب عكس كلمة agree، قلنا agree يعني يوافق، لو عايز أقول لك مش موافق رافض الحاجة ديت أو مضايف معاها this ويبقى اسمها disagree يعني رافض الشيء ده. The word deliver يعني يوصل the verb. طب عايز اقول لك الشخص اللي بيوصل يعني عايز احولها لنون التوصيل ذات نفسه، فيبقى اسمها delivery باضافه الواي. اللي بعده the suffix not forms an adjective of the word tradition التقليد. طب عايز اقول لك حاجه تقليديه حاجه قديمه، فاضيف لها ال al ويبقى اسمها traditional باضافه ال al. To form the noun يعني اسم، عايزين نكون اسم من كلمة appear يعني يظهر. طب عايز أقول المظهر ذات نفسه يبقى appearance بإضافة ال ance. We use the prefix not to form the opposite of politely يعني مهذب أو مؤدب، عايز أقول لك مش مهذب أو مش مؤدب يبقى اسمها impolitely بإضافة ال im. When he didn't pass the test لما ما اجتاز الامتحان he felt disappointed يعني حس بالإحباط، شعر بالإحباط. They put some not in the park for people to sit on for a rest. حطوا إيه في البارك في الحدائق عشان الناس تقعد عليها وتستريح، أكيد حطوا benches اللي هي letter C. اللي بعده tourists السياح are always pleased يعني فرحين سعداء by the not of the Egyptians. دايما السياح بيكونوا سعداء بإيه من المصريين؟ بيكونوا سعداء بالkindness العطف بتاع المصريين أو اللطافة بتاعتهم. اللي بعده our street was very noisy الشارع بتاعنا noisy صاخب دوشة. yesterday كان صاخب أو دوشة امبارح so I was not all night. بما ان الشارع كان دوشه طول الليل امبارح يبقى انا ما عرفتش انام، يبقى انا كنت awake all night مستيقظ طول الليل. summer helps young engineers summer بتساعد المهندسين الصغيرين to not their goals عشان يحققوا اهدافهم هتاخد achieve يعني ينجز او يحقق. not is a bad thing on the internet هي حاجه سيئه عن طريق الانترنت، يبقى ده السايبر بولينج بلطجه او تنمر الكتروني. People who see only bad things are not. الناس اللي بتشوف الجانب السيء بس، الناس ديت أكيد نيجاتيف، ناس سلبيين. ده بالنسبة لأهم 65 فكرة من الديفينيشنز والبريفكس والسفكس والسينونيم والأنتونيم. تعال نخش على جزء الجرامر.
السؤال الأول بيقول لنا the train القطار usually عادة، ده مضارع بسيط، بما إن في usually وبما إن في قطر يبقى ده جدول مواعيد أصلا. بيقول لك إن القطر عادة بياخد 6 ساعات to reach أسوان، عشان يوصل أسوان. يبقى ده كده يا مستر مضارع بسيط. بما إنه مضارع بسيط يبقى أنا هفكر في حاجة من الاتنين، يا إما هفكر في فعل في المصدر فعل بدون أي إضافات، أو هفكر في مصدر مضاف له اس. طبعا المصدر اللي مضاف له اس بيجي مع المفرد، يعني هيجي مع الهي والشي والات، ولكن مصدر بس هيجي مع الجمع، يعني هيجي مع الاي والوي واليو والزي. ده سريعا المضارع بتاعنا. طيب يا مستر هنا بيقول لي ذا ترين القطر ده اكنه ات، بما ان القطر اكنه ات يبقى كده هياخد مصدر معاه اس، فتبقى الاجابه تيكس. ازود لها اس. اللي بعديها I get up at 9 AM، انا بستيقظ الساعه 9. not Friday في ايام الجمعه، في يوم الجمعه on Friday. القاعده بتاعتنا كانت بتقول in on at شهور ايام ساعات، in on at شهور ايام ساعات. في حاجه كده ملحوظه صغيره عشان جت في محافظه القاهره. لو جيت دانا مثلا، يعني not ايا ما يكن الجمله 9 AM to 12 AM ايا ما يكن PM، عايز اقول لك من الساعه 9 الى الساعه 12. وقام اداك قال لك يلا اشتغل بحرف الجر ان. احلها ازاي يا مستر؟ بص يا فندم، اولا هو مديك حرف الجر to ومديك وقتين 9 و12. ما ينفعش ان انت هنا تشتغل بالات، غلط. ايه ده يا مستر؟ امال هشتغل ازاي؟ طب ما هي دي ساعه، والقاعده بتاعتنا بتقول لنا ان اون ات شهور ايام ساعات. ايوه ده لو كانت الساعه جايه لك لوحدها، الساعه لوحدها تاخد ات. فاجي اقول لك كده انا بستيقظ الساعه 9، فهو جاي يقول لك كده I get up، انا بستيقظ I get up at 9 واسكت. at 9 AM اديتك وقت واحد محدد. بما ان اديتك وقت واحد محدد فالاجابه بتاعتك كانت ات اهي، وهنا صح. طب انا مش مديك ده، انا مديك فتره. لو اداك فتره فالاجابه بتاعتك تبقى حرف الجر from، فيبقى اسمها from 9 to 12. from يعني من، و2 يعني الى، فبقى دي فتره. فاجي اقول لك من 9 ل 10 او من 9 ل 12 from 2. يبقى انا كده في عندي لو ساعه لوحدها فرضاني تاخد ات، لو ساعه مش فرضاني يعني ادانا فتره، لو ادانا فتره يبقى from 2 طبعا، وهو هيديك ال2 فانت تجيب الفروم، او العكس هو يقوم مديك الفروم فانت تجيب ال2. تمام؟ ما تتلخبطش فيها عشان دي جت لزمايلنا في القاهره. اللي بعده بيقول لنا the library المكتبة not at 8:30 in the morning بتفتح الساعة 8 ونص في الصباح. فأقوم منزل open وازود لها اس عشان ده مضارع بسيط. This shop هذا المحل is not interesting nor cheap. اداك النور، طالما اداك نور يبقى انت كده في خانة النيذر. neither interesting nor cheap. I ate neither chips، هو اداك النيذر فانت تجيب النور. اللي بعده both ماجدة، في both اهيت يبقى انا هختار الرابط and، فاجي اقول لك both ماجدة and هدى are kind. not منى or نهى helped their mother، في or فتبقى الاجابة بتاعتنا either. neither علي nor his friends، هو اداك النيذر يبقى انا هشتغل بفيرب تو بي اللي اسمه is in the club now. طبعا احنا عارفين ان الرابط بوست ده بياخد فيرب تو بي يبقى ار، ولكن الايذر والنيذر بياخدوا الاز. نفس الكلام لو هشتغل بفعل عادي ما هوش من فيرب تو بي يعني، فالبوست هياخد فعل مصدر فعل بدون اي اضافات، والايذر والنيذر هياخد مصدر مضاف له اس. while دينا اثناء ما البت دينا not her mom called her، مامتها ندهت عليها. يبقى اثناء ما هي كانت بتقرا، في while يبقى اشتغل بماضي مستمر، فاقول لك while دينا was reading كانت بتقرا.
while آية was studying أثناء ما آية كانت بتدرس the phone rang التليفون رن. اداك ماضي مستمر تجيب انت ماضي بسيط. your mobile is تليفونك not than mine في than يبقى انا مقارنة وتشيب صفة صغيرة short adjective صفة قصيرة فتاخد ال ER فيبقى اسمها cheaper بإضافة ال ER. أيمن's car العربية بتاعت أيمن is not expensive than his uncle's. العربية بتاعت أيمن أكثر سعرا من عربية عمه فمور expensive عشان دي مقارنة. اللي بعده the boy is very not because they has a new toy. الولد متحمس ده شعور الولد بما انه شعوره فاضيف الاي دي فاقول لك the boy is very excited متحمس. the museum المتحف is not عايز اقول لك المتحف مدهش. المتحف هو اللي مدهش مش هو اللي بيشعر بالاندهاش فاجي اقول لك the museum is amazing يعني مدهش. it has a lot of old objects مليان حاجات قديمة كتير. اللي بعده what time is he going to اداك going to طالما اداك going to يبقى اختار فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات فتبقى finish طبعا. next Friday يوم الجمعة الجاي I am going to المصدر I'm going to visit ما ينفعش احط visit بس احط to visit. we not the citadel tomorrow we have arranged احنا رتبنا الكلام ده بما ان في arranged يبقى انا مضارع مستمر والمضارع المستمر ده اللي بيخليك تشتغل بالام او الاز او الار وبعد الام والاز والار فعل مضاف له ing فتبقى الجمله على بعضها we are الوي تاخد ار اهيت بعد كده visit او نضيف لها ing فتبقى we are visiting. We are visiting the citadel tomorrow. We have arranged that. I have bought أنا لسه شاري the tickets التذاكر. I know tomorrow أنا هسافر بكرة. ده حدث خلاص هيحصل في المستقبل القريب بما إنه هيحصل في المستقبل القريب وكل حاجة مترتبة الراجل بيقول لك أنا لسه شاري التذاكر يبقى ده برضو مضارع مستمر يبقى I am traveling tomorrow أنا هسافر بكرة. اللي بعده حازم not in France a month ago الواد حازم كان في فرنسا من شهر فات فيبقى حازم was in France verb to be في حالة الماضي تبقى was. سامي not his exams last week الأسبوع اللي فات ده ماضي برضه يبقى الواد سامي ماله finished يعني أنهى finished his exams انتهى من امتحاناته last week الأسبوع اللي فات. the bus الأتوبيس not arrived yet في yet اليت بتيجي في نهاية الجملة المنفية فبما ان في yet فبدل has تبقى hasn't. طب لو شال اليت وخلاها already فalready بتيجي في نهاية الجملة المثبتة. اللي بعديها the students الطلبة have not written the lesson لسه حالا كاتبين الدرس فتبقى have already. طبعا مش لازم already هنا اللي بتساوي already في نص الجملة هي كلمة just فدي أو دي صح فاجي أقول لك كده the students have already أو the students have just دي أو دي الاتنين صح. اللي بعده جودي has played volleyball البت جودي لسه لعبة فولي بول أو لعبة فولي بول بتلعب فولي بول منذ عام 2019 يبقى بتلعبها منذ 2019 يبقى since 2019 طالما ذكر نقطة بداية الحدث since لو ذكر مدة الحدث تبقى for يعني من 2019 ل 2025 بنتكلم في 6 سنين فاجي اقول لك for 6 years انما لو انا ذكرت النقطة اللي انا بدأت فيها الشغل ده فاشتغل بالسنس طبعا. اللي بعديها I know a bike since I was 12 انا كان عندي عجلة منذ ان كنت في الثانية عشر يبقى I have دي have بتاعت المضارع التام بعد كده الفعل have الأساسي ينزل لنا تصريف ثالث وتبقى had فتبقى I have had a bike since I was 12. Last year السنة اللي فاتت they not a bridge in our city طبعا ده ماضي فتبقى built بحرف التي تصريف تاني. هبة has already طبعا مديك هذا هيت فالهاز بيجي معاه فعل في التصريف الثالث فيبقى هبة has already done.
احول did لتصريف ثالث done. اللي بعديها I have lived in the same house. انا عايش في نفس البيت ده. not I was born منذ ان ولدت يبقى since I was born. اللي بعديها ماجدة not England last week الاسبوع اللي فات يبقى ده ماضي بسيط فتبقى visited باضافة ال ed. اللي بعديها he not in Luxor since he was 10. هو كان عايش في اللوكسور منذ أن كان في العاشرة يبقى he has lived لأن هو عايش في اللوكسور وما زال لسه ما مشيش منها. he has lived in Luxor since he was 10. you not study hard for the exam. تذاكر باجتهاد عشان الامتحان يبقى أنت لازم تعمل كده يبقى you should وليس shouldn't. اللي بعده you should بعد should بيجي لنا فعل في المصدر فعل بدون أي إضافات فتبقى see مش so فيبقى you should see a doctor when you are ill. لازم تشوف طبيب لو أنت كنت تعبان. اللي بعديها هبة not have to buy fruit yesterday ليلة أمس. فأنا عايز أقول لك هبة لم تكن مضطرة لشراء الفاكهة امبارح فبدل don't تبقى didn't. اوعى تخليها doesn't غلط. احنا ماضي لو مضارع doesn't انما ماضي didn't على طول. I not get up early because it's a holiday. النهارده يوم اجازه او بكره اجازه فانا مش مضطر ان انا اصحى بدري فده مضارع فاجي اقول لك كده I don't have to انا لست مضطر. سلمى has to بعد has to بيجي لنا فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات فالمصدر بتاعك got كلمه get بحرف الاي وليس الاو. I didn't بعد didn't بيجي لنا فعل في المصدر فعل بدون أي إضافات فتبقى I didn't have to أنا لم أكن مضطر. You not park your car here تركن عربيتك هنا. It's against the law ده ضد القانون يبقى أنت ممنوع تركنها يبقى you mustn't ممنوع تركن العربية. She not be ill. I'm not sure أنا مش متأكد يبقى دوت احتمال فتبقى might. She might be ill ممكن تبقى مريضة. Not you able to write an email when you were 10 لما كان عندك 10 سنين فأنا كده بتكلم في الماضي بقول لك هل كنت تستطيع إنك أنت تكتب إيميلات لما كان عندك 10 سنين فبدل الار أخليها were you هل كنت تستطيع. My father بابايا not to go to work at 6 a.m. for a meeting. بابايا كان مضطر ان هو يروح الشغل الساعة 6 عشان الاجتماع يبقى اجي اقول لك كده my father has to go to work يجب عليه او هو مضطر. he not able to في able to ديت بيجي معاها حاجتين يجي معاها was يا يجي معاها were ما ينفعش يجي معاها could طبعا غلط فالهي دوت مفرد يا مستر فهياخد طبعا الوز فاجي اقول لك كده he was able to solve the problem هو كان قادرا على حل هذه المشكله. ده كده بالنسبه لي اهم افكار الجرامر. تعال نخش مع بعض على البورد بتاعتنا. احنا هنا هنقول شويه نوتس كده مهمه I hope ان انت تكتبها معايا عشان تعرف تتعامل في الامتحان. في الجرامر في حاجات كده ثابته لازم تجيلنا يعني لا محال لازم وانا بحل بكره باذن الله الاقي حاجه من الجرامر اللي احنا بنقوله ده. وانا بقرا الجمله بتاعتي ممكن الاقي اتو ساعه وانا بقرا السؤال يا مستر ممكن الاقي كلمه arranged ديت معناها رتب ان هو يعمل حاجه. وانا بقرا الجمله بتاعتي ممكن يا مستر الاقي حاجه من الثلاثه دول دي كده هي arranged ممكن الاقي اتو ساعه ممكن وانا بقرا الجمله الاقي كلمه plan يعني يخطط ممكن الاقي كلمه decide يعني يقرر او طبعا decided مش فارقه انت كبير يعني يجي لك مضارع او ماضي او يجي يقول لك decision القرار ذات نفسه او يديك كلمه intend او intended او intention
دي او دي او دي مش فارقه معانا، كلهم حاجه واحده. بلان طبعا ممكن تجي لك كلمه بلاند الماضي بتاعها، يعني دي برضو اختهم اهي. طيب يا مستر ممكن وانا بقرا الجمله بتاعتي ما لقيش حاجه من الثلاثه دول، ممكن يا مستر يكون عايزنا نشتغل بادجكتيف. بادجكتيف يعني صفه. ممكن واحنا بنقرا السؤال بتاعنا نلاقي فيه حاجه من السبعه دول اللي هي ever او never او just او already او yet او since او for. نتعامل ازاي بقى مع الحاجات دي؟ تعال نشوف مع بعض. لو انا بقرا جملتي ولقيت ات والساعه، فدماغي هتروح على طول اني امسك الفعل اللي هو هيكون مديهولك في الامتحان وتبدا تشتغل بيه. اما ان هو يكون فعل مصدر، فعل بدون اي اضافات وده استحاله يجيلك اصلا، او يكون مصدر معاه اس وده اللي احتمال كبير جدا يجيلنا. طيب مصدر معاه اس مع مين من الضمائر؟ مصدر معاه اس مع الهي والشي والات واي اسم مفرد. اما المصدر بس فده لو كان مديك الضمير اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع. طب يا مستر الراجل ده اداني arranged، ها اشتغل ازاي؟ لو اداك arranged فهتجري تفكر في الام او الاز او الار، كلام في الخايب وعبيط. ام مع الاي، از مع الهي والشي والات، ار مع الوي واليو والزي. وبعد الام والاز والار تقوم جايب الفعل وراهم فعل مضاف له اي ان جي. اللي بعده انا بقرا جملتي يا مستر ولقيت بلان decide intend او بلاند decided intended او decision او intention. فهشتغل ازاي؟ هتجري على طول تشتغل بالام والاز والار، وبعد الام والاز والار ما تجيبش الاي ان جي ديت، تقوم جايب going to. وجوينج تو ديت معناها ايه؟ معناها سوف. وبعد جوينج تو تقوم جايب الفعل بتاعك فعل في المصدر، فعل بدون اي اضافات. طب يا مستر انا بقرا جملتي ولقيت الراجل ده عايز يشتغل بصفه، فالصفه ديت اللي هو هيدالك زي كلمه excite او كلمه interest عايزك تحولها لصفه، او كلمه bore اللي معناها يمل، كل ديت عايزنا نحولها لصفه. فديت هنضيف لها ed او هضيف لها ing. انت اقرا السؤال في الامتحان، لو انت حسيت ان السؤال دوت عايد على مشاعر ضيف لها ed. زي عايز اقول لك انا اشعر بالحماس، انا اللي متحمس، فاجي اقول لك I am exciting ولا excited؟ I am excited، انا متحمس. طب انا عايز اقول لك ان حفله عيد الميلاد حماسيه مسببه الحماس، فساعتها كده مش عايده على المشاعر، ده كده عايده على المسبب لهذه المشاعر. لو عايده على المسبب فاضيف لها ing، فاجي اقول لك كده the birthday party was exciting was interesting. طب انا بتكلم على فيلم فاجي اقول لك كده this film is boring this man is boring I don't like to talk with him. الراجل ده ممل مش بحب اتكلم معاه، هو المسبب للملل فضفت له ing. طب اجي اقول لك كده this film is boring I feel، انا بشعر I feel bored بالايدي. طب يا مستر الراجل ده ادانا ever never just already yet since او for، فدماغي هتترجم ان هجري واشتغل بالهاف او بالهاز. اوعى تنسى ان هاز مع المفرد يعني هاز مع هي وشي وات، وهاف مع الجمع يعني مع الاي والوي واليو والزي. وبعد هاف وهاز الفعل بتاعنا فعل في التصريف الثالث past participle. طب يا مستر في شويه ملحوظات كده على الكلمات، ان الايفر في السؤال نيفر في الاجابه، ان الجاست والاوريدي زي بعض بيجوا في الجمله المثبته، وان الاوريدي لوحدها ممكن تيجي في نهايه السؤال او نهايه جمله مثبته. نهايه سؤال تعجبي، مش اي سؤال، لازم سؤال تعجبي.
أو نهاية جملة إيه؟ نهاية جملة مثبتة. طب يت ديت بتيجي في نهاية جملة منفية، نهاية جملة منفية أو نهاية سؤال غير تعجبي، نهاية سؤال غير تعجبي، سؤال ما فيهوش تعجب خالص. since و for كلام في الخايب. since مع نقطة بداية الحدث معناها منذ، for معناها لمدة. since بتيجي مع السنين، فاجي اقول لك since 2020، انما for تيجي مع المدة، فمن 2020 ل 2025 5 years، فاجي اقول لك for 5 years لمدة 5 سنوات. ده بالنسبة للكيوردز ديت. طب ممكن في الامتحان دي كده فكرة، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. الفكرة السادسة ان هو الراجل يقوم جايب لنا كلمة من ضمن كلمات الماضي البسيط، الباست سيمبل، ودي مهمة جدا. زي ان الراجل يجيب لنا yesterday، ودي احتمال قليل قوي ان هي تجيلنا، او يجيب لنا last وهي دي الاهم. يجيب لك في الجملة كلمة مين؟ last. yesterday last ago in زائد سنة في الماضي. yesterday last ago in زائد سنة في الماضي. أنا بقرأ جملتي يا مستر لقيت حاجة من دول yesterday last ago in زائد سنة في الماضي، فعرفت خلاص إن أنا ماضي. لو كانت جملة مثبتة فهتجري على طول تمسك الفعل بتاعك اللي هو عايز يشتغل بيه تخليه فعل في التصريف التاني، اللي هو في أغلب الأحيان بيكون فعل مضاف له ed. زي جاب لي مثلا listen يستمع، listened استمع، play played، cooked helped إلى آخره، بضيف لها ed. ما عدا شويه افعال طبعا بيجيب لك افعال الى حد كبير قوي انت عارفها. لو جاب لك افعال غير منتظمه زي مثلا go went take took see saw، الافعال اللي هي الirregular الغير منتظمه. طب هو حب ينفيها، فالنفي بتاعها هيكون باستخدام didn't. اوعى تنسى ان didn't هيجي وراها فعل في المصدر، فعل بدون اي اضافات. طيب يا مستر الفكره اللي بعديها، ممكن الراجل يقوم جايب لنا able to. لو جاب لك able to ما بين الأقواس وعايزك تشتغل بيها، فالable to ديت انت لازم تجيب قبلها يا اما was يا اما were، ده لو انت كنت تقدر تعمل حاجة ديت. طب هو عايز ينفيها فتبقى طبعا wasn't او weren't. كلام في الخايب، الwas والwasn't بتيجي مع المفرد، والwere والweren't بتيجي مع الجمع. الفكرة اللي بعديها يا مستر الراجل ممكن يسألنا في البوس والإيزر والنيزر، بوس إيزر نيزر، إزاي هتعامل بيهم؟ بص كده، ممكن سؤالها يبقى ابن حلال وراجل لطيف ويسألك في الروابط بتاعتها، فيسألك في الرابط اللي بيجي مع البوس. الرابط اللي بيجي مع البوس طبعا رابط كلنا عارفينه اللي هو مين؟ اللي هو and، فالبوس يجي معاها and. الايزر يجي معاها اور، النيزر يجي معاها نور. حلو خلصناها. طب ممكن ما يسألناش في الروابط، وده انا يعني استبعد ان هو يسأل في الروابط، يعني استشف او اتنبأ ان هو يسأل في الافعال. فالافعال اللي بتيجي مع بوس حاجتين، لو عايز يشتغل بفيرب تو بي يعني هو يجيب لك ما بين الاقواس كلمه بي كده، فيرب تو بي اللي بيجي مع بوس اللي اسمه ار. حلو، يبقى هو لو جاب لي بوس اشتغل بار، او طبعا وير لو كانت ماضي. طيب هو جاب لي ما بين الاقواس مش فيرب تو بي، جاب لي فعل، جاب لي فعل ما بين الاقواس، والفعل ده هو عايز يشتغل بيه مع كلمه بوس، فالفعل اللي بيجي مع بوس بيكون فعل في المصدر، فعل بدون اي اضافات. خلص. طيب ايزر ونيزر، ايزر بتشتغل بفيرب تو بي، لو جاب لك كده ايزر وعايزك تشتغل بفيرب تو بي، ففيرب تو بي اللي مع ايزر بيكون از. ولو عايز يشتغل بفعل تاني، فعل عادي، فعل ما هواش فيرب تو بي يعني، فالفعل ده هيكون فعل في المصدر مصدر ومعاه اس، عكس البوس يعني. طبعا هنا ممكن ما تبقاش از، ممكن تبقى وز لو كانت ايه؟ لو كانت ماضي. طب نيزر نفس الكلام، نيزر زي ايزر بالظبط. النيزر لو عايز يشتغل بفيرب تو بي، فالفيرب تو بي اللي بيجي مع نيزر هو از او ووز، از مضارع ووز ماضي. ولو عايز يشتغل بفعل عادي مع النيزر، فالفعل ده هيكون فعل مصدر ومعاه اس.
مصدر مضاف له اس مع النيزر. تمام؟ طيب دي فكرة. ايه الافكار اللي ممكن يسألنا فيها كمان؟ ممكن يقوم سائلنا في النون وانا استبعد هذا الكلام، بس خلينا معاه. النون هتتعامل معاملة النيزر والايزر. النون هي لا ده ولا ده، شبه النيزر جدا، نفي يعني، بس النيزر مع نفي المثنى الاثنين. يعني انا قدمت لك قلمين فانت مش عايز القلمين، فبتقول لي neither of them، neither of them، ولا واحد منهم. طب انا قدمت لك اقلام كتير فانت مش عايز الاقلام دي اصلا، فتقول لي none of them، none of them. يبقى none انا بعرف ان انا هشتغل بيها لو كان مديني كلمه جمع اكتر من 2، كلمه جمع اكتر من 2. حلو. ها، النون هيجي معاها اوف فقط، يعني مش هيجي معاها النور ولا الاور ولا الاند. النون كمان لو عايز تشتغل بفيرب تو بي معاها، ففيرب تو بي ده هيبقى يا از في المضارع يا وز في الماضي. حلو. ها، اللي بعده. ولو عايز تشتغل بفعل عادي فالفعل ده هيبقى فعل مصدر معاه اس، مصدر مضاف له اس. جميل، زي النيزر وزي الايزر. ده كده بالنسبه للفكره بتاعت النون. بص الفكره الجايه دي، ممكن يسالني في الضمير، ودي فكره يعني رخمه جدا ان هو يجيبها. يقوم مديك مثلا نون او بوس او ايزر او نيزر، ويقوم بقى مديك معاهم حرف الجر اوف، ويسألك في الضمير اللي بيجي بعديهم. ايه ده بقى يا مستر؟ الضمير اللي هيجي بعد حرف الجر اوف هو ضمير مفعول. ضمير ايه؟ مفعول. مين ضمير المفعول؟ تعال نشوف كده. الضمير بتاعنا الاي يبقى اسمه مي، الهي تبقى هيم، الشي تبقى هير، الات زي ما هي، الوي تبقى اس، اليو زي ما هي، الزي تبقى زم. دي اسمها ضمير ايه؟ مفعول. طب بص كده ممكن تجي لنا ازاي؟ يجي يقول لك كده none of not came to the party. ولا واحد منهم جه الحفله. ويقول لك يلا يا بيه الاقواس اشتغل بالزي. تعال نشوف بقى تتحل ازاي. المفروض ان احنا اداني none of، فانت متوقع ان هو يسالك في فعل، يجيب لك none of بقى ويسالك في verb to be او يسالك في فعل عادي. فلو verb to be تبقى يا is يا was، ولو فعل عادي مصدر مع اس. فتتصدم اللي هو عايزك تشتغل بضمير. ايه ده يا مستر؟ ضمير؟ طب النون اوف هيجي وراها ايه بقى؟ ورا النون اوف ضمير مفعول مش ضمير فاعل. طب يا مستر ازاي؟ يعني هم بس في حالة الفاعل، اما في حالة المفعول اسمها them، يبقى اسمها none of them، none of them ولا واحد منهم. طب يا مستر ممكن يجيب لي زي واحط ضمير مفعول من عندي انا، يعني احط him here it us you؟ لا، هو مديك ضمير اشتغل بالضمير. اداك شي خلاها هي، اداك هي خلاها هم، اداك زي خلاها زم، وهيديك الزي عامة دائما. فيبقى none of them ولا واحد منهم came to the party او none of us، يعني يا ده يا ده اللي يجي لنا، انما الباقي لا طبعا. تمام؟ ده كده بالنسبة لي افكار الجرامر. I hope ان انت تاخد لها كده سكرين عشان تكون مجمع كل البوينتس او كل الافكار اللي انا ممكن اتسال عليها. ادي فكره، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الفكره الرابعه، فكره خامسه. بص الافكار: at وساعه، arranged، plan، decide وintend، planned، decided، decision، intended وintention، صفه ever never just already yet since وfor. الفكره اللي بعديها خد لها سكرين كده سريع، وقف الفيديو خد له سكرين. دي كده اول 5 افكار. الافكار اللي بعديها، الفكره اللي عندنا اللي بعديها بتقول لنا كده زي يجيب لي الماضي، دي الفكره السادسه. yesterday، last ago، in زائد سنه في الماضي، اهمهم last طبعا. في المثبت من تصريف تاني، المنفي يبقى didn't ومصدر،
الفكرة السابعة ممكن يسألني في الابل 2. الفكرة الثامنة ومهمة جدا يسألني both either neither والnone، وطبعا ممكن يسألنا في الأفعال وده شكل كبير جدا. الفكرة اللي بعديها إن هو يسألنا في الضمير، ودي الفكرة التاسعة أو الثامنة، إن هو يسألنا في الضمير اللي بيجي بعد حرف الجر of. طيب ما تيجي ناخد آخر فكرة، الفكرة اللي بعديها دي كانت الفكرة رقم 9. بسم الله. الفكرة العاشرة وآخر فكرة هنتكلم عليها، إن هو يسألني على البريبوزيشنز، حروف الجر. بص بقى حروف الجر ممكن يتسأل عليها إزاي. أنا وأنت حافظين مع بعض إن حروف الجر in on at، صح كده؟ عارفين in on at شهور أيام ساعات. جاب لي شهر اشتغل بإن، جاب لي يوم اشتغل بأون، جاب لي ساعة اشتغل بالآت، صح كده؟ جميل. ده تافه. إن أون آت شهور أيام ساعات. هديك دلوقتي النوتس اللي أنت هتسأل عليها. طب ممكن نلخبط شوية ويبقى اسمها إن ذا، الحاجات بقى اللي هي الملحوظات اللي احنا كنا بنكتبها. إن لو اتلزق معاها ذا يجي معاها أجزاء اليوم، فيجي معاها بقى كلمة إيه؟ كلمة morning، فاجي أقول لك كده in the morning يعني في الصباح، أو in the afternoon بعد الظهيرة، in the evening في المساء. جميل. ها اللي بعده ممكن الأون يجي معاها ذا فيبقى اسمها اون ذا. اون ذا يجي معاها الاتجاهات، فكنا بنقول كده مع بعض ايه in the on the right على اليمين، on the left على اليسار، on the corner على الناصية أو على الزاوية، صح كده؟ طيب ممكن نقوم جايبين الآت ونلزق معاها الذا ويبقى اسمها آت ذا. وات ذا يجي معاها كلمه واحده بس اللي هي ايه؟ ات ذا ويك اند، في عطله نهايه الاسبوع. جميل. دي حروف الجر اللي هتسال فيها. حروف الجر تاني ان اون ات دي الاساسيه اهي، ان اون ات شهور ايام ساعات، ان ذا اجزاء اليوم، in the morning in the afternoon in the evening. on the الاتجاهات، on the right on the left on the corner. at the يجي معاها كلمه واحده اسمها at the weekend. مش ده اللي انا عايز اتكلم عليه لان دوت تافه وكلنا حافظينه. طيب ممكن بقى يسالنا في بقى اكتر حرفين ممكن يرخم علينا فيهم الاون. انا وانت حافظين ان الاون يجي معاها ايه؟ ايام. لا بقى بص بقى كده الكلام ده ممكن الاون يقوم جاي معاها اليوم بطريقه تانية. ازاي؟ تلاقيه مديني شهر اهو، ومع الشهر يديني رقم، وبعد الرقم يديني سنه. يبقى انا كده الاون بتيجي مع الايام بس ليها تكوينه جديده اهي. ممكن يدينا المنظر ده. في بعض الناس اول ما تشوف الشهر تختار ان، غلط. هو مديك رقم اهو فهو المقصود بيه اليوم، فيجي يقولها ازاي؟ مثلا مارش اهي شهر مارس. اللي بعده ها مارش 5 الخامس من مارس 2008. ده اشتغل بيها ايه يا مستر؟ ده في شهر وفي يوم اهوت 5 وفي 2008. المقصود بيها يوم 5 من شهر مارس عام 2008. يبقى هو كده ذكر اليوم فتاخد اون، فيبقى اسمها on March 5 2008 في يوم 5 من شهر مارس 2008. كذلك ممكن الاون يجي معاها الايام بطريقه تانية، يعني يذكر لك حدث في هذا اليوم، حدث اليوم. يعني ايه حدث اليوم؟ يعني يجي يقول لك كده مثلا كلمه birthday. birthday يوم عيد الميلاد، ما ياخد اون. هو مش لازم يجيبها يوم من ايام الاسبوع اللي احنا حافظينها Saturday Sunday Monday، هو ممكن يجي لنا اي يوم مذكور الحدث اللي في اليوم ده. يجي يقول لك مثلا wedding day. wedding day يوم حفل الزفاف، فبرضه ياخد ايه؟ ياخد اون. يبقى هنا كده دي برضه تاخد ايه؟ تاخد اون. يبقى اسمها on birthday، on wedding day، on independence day. independence day يوم الاستقلال، وهكذا. فده on. طيب الملحوظه اللي على الات دي انا قلتها. احنا قلنا ات يجي معاها ساعات، صح كده؟ ولكن ساعه محدده وليس فتره. ساعه محدده وليس فتره. ازاي؟ يعني اجي اقول لك كده at 5 at 9 اهي.
الساعة 5 الساعة 9. ولكن لو ادانا فترة، بص بقى كده، لو ادانا فترة في الامتحان، لو ادانا فترة، الفترة بتشتغل بفروم وتو. فاجي اقول لك ازاي بقى؟ يعني اجيب لك فترة في الامتحان، اجي اقول لك from 5 to 9. هو طبعا هيسألك في from او to، فهو يجيب لك مثلا نقط 5 to 9، فانت تشوف 5 تفتكرها الساعة فتيجي تختار اد. غلط، from، لان ديت فترة. إذا كانت فترة تبقى from، إذا كانت وقت محدد تبقى at. يبقى حاجة محددة at، فترة تبقى from و to. تمام؟ دي أكتر ملحوظات على الأون والآت أو اللي هي حروف الجر. لحد كده نكون انتهينا من 10 نقاط ذهبية مهمة جدا لازم أذاكرهم وأراجعهم قبل ما أخش لجنتي. إن شاء الله ألقاكم على خير بعد الامتحان، وان شاء الله الامتحان يكون جاي كويس. انت ذاكرت كويس الحمد لله واديت كل ما بوسعك وكل اللي عندك. اهتم باخر ساعتين. اتمنى من الله ان حضرتك ما تسهرش وما تطبقش، نام بدري. حضرتك السهر وانك انت تنام متاخر ده حاجه مش كويسه. انت مش هتجمع درجات بسهرك ولا بانك انت تفضل سهران. لا، نام وادي جسمك كفايته من النوم والراحه. راجع قبل لجنتك بس النقاط الهامة، وخش لجنتك وانت فايق، ده اهم حاجة. ان شاء الله الامتحان كويس، القاكم على خير ان شاء الله الترم اللي جاي باذنك يا رب، والقاكم بعد الامتحان وانتم مطمنين ان الامتحان كويس وكلكم خارجين فرحانين ان شاء الله يا رب. القاكم على خير والسلام عليكم. الله ينور يا مستر. الحمد لله ما كنتش واقف. ما خدتش ليه؟ الشاشه بس حصل لا 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 ما تقلقش يا ابني، ده اوريو، ده انا بقعد العب عليها بوكس في الشركه عندي. لا مؤاخذه على انت ايه؟ كنت هتصورنا؟ لا كرشي بعد اذنك.